مطالبة بالحرية وفك الارتباط الخانق عن الدولة الإيرانية الفارسية المحتلة. يعتقد الكثيرون أن الأحواز سقطت بيد الإيرانيين دون مقاومة، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فقد قامت ثورات عديدة في مواجهة المحتل الإيراني الذي اتبع سياسة الأرض المحروقة لإخضاع الشعب العربي الأحوازي للسيطرة الإيرانية، فقام بتدمير القرى والمدن وأعدام الشباب الأحوازي دون أي محاكمة، وحتى الآثار لم تسلم من التدمير والتخريب من أجل طمس الهوية العربية وإنهاء ارتباطها التاريخي بعروبتها وربطها بالتاريخ الفارسي، فعمد إلى تزوير التاريخ والادعاء بحقها بالأحواز التي غيرت اسمها إلى الأهواز. ولعل أهم وأبرز المنعطفات التي شهدتها الأحواز تتمثل في انتفاضة نيسان الأحوازية التي فجرتها الجماهير في العام 2005 نتيجة طبيعية ل8 عقود من الاحتلال الإيراني، مما أدى إلى إصدار وثيقة إيرانية تنص على تهجير ثلثي سكان الأحواز وتوزيعهم على مختلف المناطق الإيرانية. إن استمرار بقاء مشكلة الأحواز دون حل يعد خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ويعود السبب في ذلك إلى إنكار الدولة الإيرانية لكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لشعب الأحواز، حيث تعرض هذا الشعب إلى معاملة متميزة تستند إلى التفرقة والعنصرية. وإن إخضاع الشعب الأحوازي للسيطرة الأجنبية الإيرانية يعتبر إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة وإعلان الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الصادرة من الجمعية العامة في العام 1960، ويقف عائقاً أمام تقدم سلام العالم والتعاون الدولي. وبالتالي فإن استمرار المقاومة في نضالها ضد الوجود الإيراني في الأحواز يعد نضالاً مشروعاً يعبر عن رغبة هذا الشعب في الحرية والاستقلال. إن القمع المسلح الذي تمارسه الدولة الإيرانية في وجه مطالبة شعب الأحواز في التمتع بالحق في تقرير المصير يعد أمراً تدينه قواعد القانون الدولي، وأن أي مساعدة عربية أو دولية في سبيل تحقيق هذا الهدف يعد أمراً مشروعاً. إن جر المياه الأحوازية إلى المناطق الفارسية وتلويث العديد منها، الأمر الذي أدى إلى قطع أرزاق الآلاف من المواطنين الأحوازيين وإصابتهم بمختلف الأمراض التي لم يشهدها القطر من قبل، وحملات الإبادة والتطهير العرقي التي شنها الاحتلال الإيراني على الشعب العربي الأحوازي فيه إهدار لكافة الحقوق والحريات المدنية. كما يقوم الاحتلال الإيراني بارتكاب جرائم يومية من حملات اعتقال واسعة وتعذيبهم حتى الموت، وكذلك حملات الإعدامات المتكررة أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وهذا يعد جريمة إنسانية. لقد طال أمد صبر الشعب العربي الأحوازي وصموده الأسطوري أمام الهجمة الإيرانية العنصرية الشرسة، فعلق آماله على جامعة الدول العربية، لكن للأسف لم يحصل على الرد المرضي، وعلى الأشقاء العرب ألا يديروا ظهورهم لهذه القضية العادلة والمشروعة، الأمر الذي سيولد شعوراً لدى إخوتنا الأحواز بعدم رغبة العرب بتحمل مسؤوليتهم القومية والتاريخية تجاه الواقع المأساوي الذي يعيشونه، وما ينجم عنه من ردة فعل قد تؤدي إلى تصرفات خاطئة، خاصة أن الأحواز مؤخراً باتت محط أطماع العديد من الدول الطامعة في منطقتنا العربية. أيها السيدات والسادة، باسمي وباسم تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية وباسم الأحرار السوريون نضم صوتنا إلى صوتكم في قضيتكم العادلة، فعدونا مشترك. فالمساعدات الإيرانية الهائلة العسكرية والاقتصادية لنظام الأسد ورفضه بقوات حزب الله اللبناني وميليشيا أبو الفضل العباس وغيرها المرتزقة تشكل تدخلاً إيرانياً سافراً، تشكل تدخلاً إيرانياً سافراً وعلنياً
بهدف القضاء على الثورة السورية، وتدخلها بقوات نظامية في جنوب سوريا يشكل احتلالا عسكريا وعدوانا صارخا على بلادنا، وهذا فيه خرقا فضا للمواثيق والأعراف الدولية. لكل ما سبق نطالب نحن الأحرار السوريون الأمم المتحدة بإصدار قرار يدين التدخل الإيراني السافر، ويلزم الحكومة الإيرانية بسحب قواتها ومرتزقتها من سوريا فوراً، وإنصاف الشعب الأحوازي ودعمه بكل الوسائل الممكنة ضد الاحتلال الإيراني الذي أذاق الشعبين السوري والأحوازي الأمرين. أيها المنتفضون البواسل، يا من تواجهون الاحتلال بصدوركم العارية، يا من تعيدون كتابة التاريخ بانتفاضتكم المباركة، يا أيها الشعب الأحوازي المقاوم، لن ننساكم أبداً. من ترزحون في ظلمات السجون الحالكة، تلبسون عتم الليل وشاحا من عنفوان، يا من جعلتم من قضبان المعتقلات أعمدة للضوء المتسلل نحو قلوب المقهورين، يا من قدمتم حريتكم دون توان ثمنا للفجر الموعود، لن ننساكم. للعظماء المعلومين والمجهولين، للأبطال الذين تغذوا من هذه الأرض العربية ومنها نبتوا كالزهر المتفتح من طين، وأبوا أن ينتقص عروبة أرض الأحواز عدو الأرض عدو الفطرة، فجعلوا دمهم قربانا فوق تراب الأرض لتزهر عناقيد غضب تحرق كل الحقد وتلعن كل الموتورين. شهداء الأحواز الأبطال، لن ننساكم. للسفاحين المغتصبين، أنتم يا من دستم طهر حضارتنا وجعلتم أنهار الأرض تغور وتفنى، يا من حاربتم كل جميل واغتلتم بسمة أطفال الشهداء وأرهقتم عبرات نساء المعتقلين، أيضا لن ننسى فعلتكم أبدا. شكرا. شكرا للأخت هيفاء من سوريا.